النهارده في حدث غريب لقينا رجب طيب أردوغان طلع وعمل مصالحة ما بين رئيس الصومال وأبي أحمد اللي هو رئيس وزراء أثيوبيا. طبعا لقينا بعد كده الخارجية القطرية بتبارك على على المصالحة ديت، وبتتمنى للبلدين الشاققين اللي هم يكونوا يعني في أمن وأمان وكده. احنا عايزين نفهم بقى هو ايه القصة وايه الحكاية بالظبط من الآخر كده. تركيا ايه اللي دخلها مرة واحدة كانت في سوريا، وعارفين ايه اللي حصل في سوريا بالاتفاق مع أمريكا وتركيا وإسرائيل، ولقينا اللي سوريا راحت مرة واحدة. لقينا تركيا من سوريا مرة واحدة راحت على أثيوبيا والصومال. ايه اللي حصل وايه اللي بيحصل؟ تعالوا نعرف ايه اللي بيحصل وليه تركيا عملت كده اساسا. اول حاجة تعالوا كده نروح على الخريطة بتاعتنا ونشوف الصومال وارض الصومال ونشوف اليمن فين. واحد هيقول لي دلوقتي طب وايه اللي دخل اليمن في الموضوع؟ احنا دلوقتي بنتكلم على اليمن، ايه اللي دخلها اليمن في الموضوع؟ لا، ما هو كله مرتبط ببعضه. هنلاقي هنا ادي اثيوبيا اهي، دي اثيوبيا تمام. بعد كده هنلاقي اللي ديت ارض الصومال المتنازع عليها، صومالي لاند اهيت المتنازع عليها تمام. وهنلاقي الناحية التانية هنلاقي اليمن تمام، دي اليمن. وهنلاقي برضو الصومال اهي، دي الصومال اهي، الصومال اهيت، ودي اثيوبيا تمام. زي ما انتم شايفين كده اثيوبيا ما فيهاش اي حاجه مطله على البحر الاحمر، كلها ايه جيبوتي، وبعد كده جنوب البحر الاحمر ان هو كله هنا. بص جيبوتي وايه، وبعد كده هنلاقي اللي هنا صومالي لاند اللي هي الارض الايه المنتزعه من الصومال اهي تمام. ودي البحر الاحمر تمام. ودي صنعاء. الحوثيين هنا ده اليمن. طبعا اثيوبيا عملت تصالح على اساس اللي هي تاخد 20 كيلو متر طبعا على البحر الاحمر تمام. لقينا ان اردوغان بقى جه عمل مصالحه ما بين رئيس الصومال وعمل مصالحه ما بين ابي احمد اللي هو رئيس وزراء اثيوبيا. ليه في الوقت ده بالذات عمل المصالحه دي؟ اولا احنا لقينا اللي في ترامب اول حاجه ممكن يعملها اول ما يخش البيت الابيض اللي هو هيعترف بارض الصومال. ليه؟ زي ما احنا ورينا لكم على الخريطه كده اللي ارض الصومال مطله فين؟ على البحر الاحمر. قدامها مين؟ قدامها اليمن. طبعا هم عايزين امريكا واسرائيل عايزين يعملوا قاعده هنا فانا النهارده عشان اعمل لك قاعده هنا كامريكا انا هعمل قاعده، هعترف طبعا بارض الصومال وهديك طبعا بقى قروض وهديك فلوس وهعمل لك كل حاجه وهيسر لك كل حاجه، واسرائيل طبعا كمان بتدعم بفلوس وبكل حاجه، على اساس اللي حضرتك انا هعمل قاعده هنا، قاعده لامريكا وقاعده لاسرائيل، على اساس اللي هم يدوروا الضرب فين؟ على الحوثيون في اليمن. طبعا الحوثي في اليمن هيدوروا الضرب عليهم زي ما انتم شايفين كده. لما يعملوا قاعده هتبقى قاعده قدامهم على طول، لكن لما طبعا المسافه ما بين اسرائيل واليمن حوالي 1300 كيلو متر. ادي اسرائيل اهي فوق وادي اليمن هنا، فحوالي 1000 وحاجه متر، 1300 1200 كيلو حاجه زي كده فعشان اسرائيل تطلع من القواعد بتاعتها اهي، اسرائيل اهي تطلع من القواعد بتاعتها الطيران بتاعها عشان يضرب اليمن طبعا مش اقل من مليار دولار طبعا بقى، يعني نفط فالدنيا بتخرب خالص. فقالت لك ليه احنا بقى التحالف التركي الاسرائيلي الامريكي نعمل ايه؟ نروح على اثيوبيا اللي حضراتكم شايفينها ديت، ادي اثيوبيا تمام، ونروح على الصومال
ونعمل تصالح ما بين اثيوبيا والصومال. تمام. وبعد كده تركيا كده هيأت الدنيا لمين؟ لترامب والاسرائيل عشان يجي يقوموا عاملين ايه؟ يعترفوا بارض السودان او ارض الصومال، صومالي لاند، يعترفوا بيها. مسافه ما يعترفوا بارض الصومالي لاند هيقوموا حاطين فيهم القواعد العسكريه بتاعتهم، طبعا هتبقى قواعد جويه وقواعد عسكريه عشان يضربوا صنعاء. ودي الخطه اللي تركيا بتمشي فيها. طبعا هي تركيا بتقول اللي هي بتعمل كده عشان تنقب عن الغاز، وفعلا بعتت سفينه، لقيناها اللي هي بعتت سفينه عشان تنقب عن الغاز في البحر الاحمر. لكن طبعا هو طبعا يعني تركيا هتستفاد برضه بتنقيب الغاز وكده، لكن طبعا الهدف الاساسي اللي هم يقضوا على الحوثيين في البحر الاحمر. طب مصر هنا موقفها ايه؟ عشان نعرف مصر موقفها ايه يا جماعه، ان شاء الله بكره هنكلمكم في الموضوع وهنعرف ايه التصريحات اللي هتظهر من مصر، وهنتابع الاخبار لحظه بلحظه. تحياتي للجميع.